السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا يا جماعة بشغل جديد من مكان جديد، شغل اخوكم خالد الفخراني لبناء ابراج الحمام وعنابر الحمام في مصر وكل محافظات مصر. بنبدأ النهاردة برجين حمام بدأناهم ونفذناهم وشطبناهم وطلعوا بالشكل المحترم الحلو الجميل خالص ده. برجين 2000 فخارة، كل برج 6 ل 7 متر بالتركيب بالنجل بكل حاجة. خدناهم جولة فين؟ في الإسماعيلية، بلد الجمال، البلد الحلو. خلينا نبدأ نشوف الأبراج من الداخل ونحكي تفاصيل لكل متابعينا الكرام في كل مكان. يلا بينا نبدأ ونشوف ونتكلم، خليكم معانا. اقفل يا باشا. بسم الله الرحمن الرحيم. بدأنا شغل برجين حمام بالشكل الحلو المحترم في محافظة الإسماعيلية. الحمد لله، ربنا يبارك لأصحابهم ويطعمهم خير وتكون فتحة خير للمكان بإذن الله تعالى. هنا أنا حابب أشرح لكم الشغل بتاعي النهاردة. برجين حمام، كل برج 1000 فخارة. الفخار بتاعنا محطوط على الأرض اهوت، بننزلوه. رفعنا على كل برج حوالي متر، المتر ونص، المترين. بنحضر المونة الصبح. عملنا فحرة عشان ملقناش برميل وملقناش حاجة نحط فيها المية، فعملنا فحرة وعزلناها ببلاستيك وبدأنا نعبيها مية، والطريقة طلعت ناجحة وحلوة خالص خالص خالص. ده اللي يدل ان احنا عندنا ناس بتفكر ما شاء الله يعني. فخارة على العربية بنحاول ننزلوه، شغلنا كويس. ادينا بنحاول نشتغل ونعمل شغل مظبوط الحمد لله رب العالمين. هنا واضح لحضراتكم في الفيديو ان احنا بنبني من ماك في من ماك في من ماك. طبعا عن الشغل يكون صح لازم نقفل كل الفخار ببعضه، بمعنى ان انا كل من ماك نقفله يبقى متقفل ومتحبك ومكوي بين الفخار وبعضه بطريقة قوية جدا زي المعلم المحترم وهو بيشتغل كده ما شاء الله عليه، ربنا يبارك له فيه ويديله الصحة. حاجة حلوة خالص اهوت. فباين ان احنا بنكفي كل حاجة، يعني انا كف ايدي لازم يعدي على كل سنتي في البرج علشان نضمن تماسك وتلاحم وتكفيل كويس من الخارج والداخل للبرج الحمام اللي انا بنبنيه. لان البرج ده هيبقى 4 5 6 7 8 9 متر. لازم نقفل ونكون حريص ان شغل يكون تمام، لان انا بعد الكلام ده كله هطلع فوق الشغل. يعني اللي انا ببنيه ده هيطلع معايا لحد 9 متر 10 متر. فانا لو مش واثق في اللي انا بعمله في اساساتي من تحت، عمر ما هنكون واثق نطلع عليه ونشتغل. طبعا ده شغل الحمد لله اخوكم خالد الفخراني لبناء ابراج الحمام وعنابر الحمام في مصر، كل محافظات مصر. هنا بننزل فخارنا الحلو اهوت من العربية. هنشتغل بيه ونكمل بيه الشغل بتاعنا الحمد لله. البرجين الحمام اللي احنا بننفذهم دول كل برج هيبقى فيه 1000 فخارة، جاهز لعدد من 400 ل 450 جوز حمام. كل جوز حمام بياخد فخارتين. الفحرة او النجرة اللي احنا فحتناها وعزلناها ببلاستيك وعبناها مية ديت علشان المية مش هتشتغل معانا طول النهار، فبتشتغل ساعات معينة، فعلشان نكون انا تمام والمية بتاعتي تمام. جينا وتابعنا وخلصنا وعملنا برجين. بدأنا برج بقاعدة ارتفاع متر، بلوك من الأرض. البلوك ده هيعمل سيراميك، هيتعمل سيراميك من الخارج. كل ده بندهن باللون الأبيض. بدأنا نحط فتحات مناور تهوية إنارة للبرج من الخارج وللداخل على بعد 170 ل 175 سم. طبعا ده بص يا جماعة، بص يا جماعة، بص يا جماعة، ايه ده؟ حي على الفلاح ابيض. ليه؟ ليه؟ دهنين بجبس، دهنين باسمنت ابيض. حاجه حلوه تزحلق الميه لو في مطر. مش جير، الجير هيطير، هيعمل عفره، هياكل الجفون بتاعت الحمام الزغاليل اللي لسه عمر يوم، مش هيثبت على البرج بالشكل الحلو الجميل ده. اذا الصح الدهان، الجبس والاسمنت الابيض والبودره لو في بودره بلاط ناعم. طيب ده فايده الدهان من الخارج. التهويه والاناره
والخشب ناخدوها من الفتحات اللي زي ده اهي ديت للتهويه، والحمام يدخل والحمام يخرج منها وتعمل تهويه من الداخل. الخشب ده هو سجاله، الخشبه ده اهي داخله وطالعه من البرج من الناحيه الثانيه علشان تكون سجاله وتد من الداخل تعمل تقويه للبرج، واللي يطلع يعمل صيانه واللي يدمع حمام واللي يعمل عمليه اشراف متابعه للابراج هيستغل الخشب ده لان هي شقه البرج من جوه. كذلك دي ودي الخشب اللي بره الصغير ده حاجه اسمها رفرف، ده اهو اسمه رفرف، بيتحط كده او بيتغرز ارتينه كده ونسيب الحمام يقف عليه ويعمل ترانزيت للبرج. يعني لما الحمامه تيجي من بعيد تطير تقف هنا هتدخل تاني، لان ما بنحطهاش من تحت، ما بنحطهاش، ينفعش تنحط هنا، لازم تنحط هنا. طب ليه؟ عشان الحمامه ساعه ما هتيجي تجري تقف هنا هتدخل سهله ومستريحه، لكن لو حطيتها هنا طب هي هتطير كده صعبه. اذا احنا بنعمل شغل صح مفهوم، بالراحه بشويش، في سلاسه في الشغل بس صح. طب نشوف البرج من الداخل ونتكلم هنقول ايه. تعالى يا حبيبي، اوعى تتخبط، خش تعالى. برجنا احنا قفلناه وظبطناه، هيتبس احنا عامل الارضيه سيراميك، الارضيه صبه وهيتقفل، الباب هيبقى حديد مفتوح للخارج. لقطه لفوق يا باشمهندس محمد، خشب ابيض اللي احنا شغالين، لا ده هو خشب ابيض، ده هو خشب ابيض اللي انا شغال بيه، ما بنحطش جزورين، جزورين سنه سنتين ثلاثه هيسوس هيتاكل اكس، لا يسمن ولا يغني من جوع. يبقى انا لما نشتغل بخشب ابيض هيقعد هيستنى هيستمر في البرج 100 سنه وهنطلعه ونبيعه سليم. تمام؟ يبقى انا اذا البرج بتاعي كده خلص واتشطف، فخار كبير متحبك، شغل حلو ما فيهوش اي صعوبات، الدنيا متشطبه كويسه. طب يلا نشوف البرج الثاني بنعمل ايه حاليا. لسه ما اتشطبش، لسه الناس بتدهن اهي. الله ينور يا بحر، تحتك رفرف، تحتك ممنع، انزل. الله يديك الصحه يا حبيبي. البرج الثاني لسه هو بيتشطب نفس اللون ده، نفس اللون ده. ده خلاص هيتشطب. طبعا ده هيتجلد سيراميك، ده اهو هياخد سيراميك، البرواز ده هياخد سيراميك علشان مفيش زواحف تطلع لفوق، مفيش حاجه تعرف تطلع، فار، سحليه، جربوع، زحلفه، اي حاجه مش هتعرف تطلع تاني. يبقى ده الشغل الصح اللي احنا بنكلفه. البرجين دول ارتفاع من 6 ل 7 متر. نسندك يابا؟ لا تعالى نسندك. لا بالراحه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. يبقى اذا احنا قلنا هنجلد دول وهنظبط دول، السيراميك هينزل، البيبانه هتتقفل، هنبدا ننزل زراعه حمام بري وهجين بلدي وحمام بلدي. امتى؟ قبل بدايه فصل الشتاء، قبل بدايه فصل الشتاء. ما بننزلش حمام في الشتاء. ليه؟ اي لطشه برد في الشتاء بتزعل الحمام. يبقى اذا ممنوع او ما يعني يفضل ما ننجلش حمام في فصل الشتاء. الله ينور يا ابو احمد. ده شغل اخوكم خالد الفخراني اللي بيناه براج الحمام وعنابر الحمام في مصر وكل محافظات مصر. تليفوني مكتوب على الشاشه 010 6910 4196. التليفون تاني 010 6910 4196. ده اللي انا هنقوله، وشاكر للمتابعه، ويا رب نفضل دايما عند حسن ظن كل حد بينا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.